واحد المراه كبيره ساكنه في واحد فيلا بوحدها، ولادها وبناتها في الخارج، تيديوها مره عندهم، تيجيو يزوروها تقريبا دائما. ولما شافوها بوحدها فكروا باش يديروا معها شي حد يعيش معها، وفكروا باش يجيبوا لها خدامه اي عامله بيوت. اتصلوا بواحد الشخص وعرضوا عليه الفكره، ومشى بحث وقلب، وجا عندهم واحد النهار قال لهم لقيت واحد السيده هي تخدم في الديور، وتخدم بطريقه متقطعه. هي مراه مطلقه وعندها وليدها عايش مع امها، وهي تخدم كما قلنا في الديور. وقال لهم غادي نشوف نعرض عليها باش تبقى مع امكم دائما وتعيش معها دائما، وما تمشي الا مره في السيمانه ولا كذا تشوف ولدها وتشوف امها. قالوا لي داكشي اش تنقلبوا حنايا، شوفوا لنا هاد المراه اللي غتشوف لينا. فعلا غاب واحد الوقت ورجع عندهم واتصل بهم، قال لي ما ودي لقيت المراه، لقيتها ولا بغيت نجيبها لكم تشوفوها. راه قبلات باش تعيش مع امكم، وقبلات باش تمشي مره واحده في السيمانه تشوف ولدها وتشوف امها، وراه غتطلق امكم وعندي ثقه فيها. جاب لهم هاد السيده اللي ذكرت لكم وعرضها على ابناء ديك المراه الكبيره، وقال لهم ها هي السيده هضروا معها. بنات ديك المراه الكبيره بناتها هضروا مع ديك السيده وشرحوا لها وقالوا لها علاش غيخدموها وشنو نطلب منها وكذا وكذا وكذا، وقبلات وداروا لها واحد الثمن محترم، اي فلوس تتفقوا عليها، فلوس مزيانه. قال لها ودي غطيبي ليها وغتقابليها وغتنعسي معها عندك البيت ديالك هنا، غتنعسي معها وسيري عافاك مره في الاسبوع سيري للدار، يمكن لك تباتي بديك المره في الاسبوع مع ولدك ومع امك. ولا بغيتي تجيب ولدك مره هذا مرحبا به، بغيتي تجيبي امك حتى هي تسمي مره مرحبا بها، ولكن اعتبريها امك وهي غتعتبرك بنتها. هادشي اللي كان. هذيك المراه رغم انها كبيره في العمر ولكن مراه عاقله وتعرف اش تدير، وكانت هي مقابله ذاك البيت ديالها او ديك الدار ديالها او ديك الفيلا ديالها، كانت مقابلاها ما عندهاش مشكل. ولكن البنات خافوا عليها وهذا الشيء اللي جعلوها يطالبوها ويطلبوا منها باش تكون معها مراه في الدار. مشات الامور كيف اتفقوا عليها، والسيده بقات عايشه مع ديك المراه، ولات تعرف كل حاجه عن ديك المراه، ولات تعرف حتى المداخل ديالها اللي تدخل، لان المراه عندها تقاعد ديال الرجاء، واحد التقاعد كبير. رجلها كان واحد السيد كبير في الدوله، وعارفه كيفاش تسير امورها وعرفت كل شيء. واحد المره اتفقوا معها بناتها، قالوا لها امي هاد فيلا كبيره عليك بزاف، وانت وهاد المراه بوحدكم، وراه وقع شي مشكل من شي ناس عند شي مراه في فيلا وقع عليها واحد المراه بوحدها، واحد راجل بوحدو دخلوا عليه، واحد كذا. علاش ما نشوفوا لك شي ابارتمون كبيره مزيانه وتمشي تعيشي فيها، وابارتمون يونسوك الناس اللي في العماره، غادي يونسوك اي دار في عماره يونسوك الناس اللي في العماره، والسيده ها هي معاك، وحنا غنتهناو بزاف حيت ما تنسمعوا شي مراه في شي فيلا دخلوا عليها داروا، ولا شي راجل دخلوا عليه وكذا، حنا تندخلوا. وانت كما قلنا لكم هاد الفيلا راه كبيره وانت الشجار والربيع وكذا، ما عرفناش شي نهار الله يحفظ توقع شي حاجه، او يعرفوكم نتوما غير بوحدكم، او يشوفوا هاد السيده مشات لدارهم عرفوها بوحدها ودخلوا عليك. الناس هادو وافقت على هذه القضيه هذه، وافقت وقلبوا ولقاو لها واحد لابارتمون، ومشات شافتها هي وديك العامله اللي معاها، شافوها وعجبتهم وبداو تيفكروا باش يهزوا الرحيل. الهضره هذا الكلام كله تيتقال كان تيذكر بحضور ديك الخليمه، لان ولات وحده منهم كاع لي الحاجه كاع الكلام اللي تيضرب مع امهم في راسها. ولكن سمعت بان بناتها اتفقوا معها غيمشيو وغيصيفطوا لها شي فلوس اللي هي واحد 30 مليون اللي غتمشي تعطيها النوطير، غتجي الفلوس وتمشي تعطيها النوطير، لان هي لما دار عهد بالبيع النوطير طلب لهم يدفعوا ليه واحد القدر ديال الفلوس اولي، قال بون غيصيفطوا لي 30 مليون مع ديك المراه. فعلا جا واحد السيد من برا واحد النهار وجاب ديك المراه فلوس، رجل ثقه بيناتهم عائلتهم، جاب لها 30 مليون، قال لها 30 مليون ها هي خبيها حتى ديري مع الوطير فوقاش دي هذه، لانهم اتفقوا بان ديك لابارتمون اللي دات غتكون في سميت امهم، لانه غيبيعوا الفيلا غتكون في سميت امهم. قالت لهم واخا.
دازت واحد الاسبوع، واحد النهار المراه كبيره ما بقاش تجاوب بناتها في التليفون. بعد اسبوع كيتصلوا بها ما تتجاوبهمش، تتصلوا بديك الخادمه ما تتجاوبهمش. تخلعوا، صيفطوا داك السيد اللي عندهم فيه الثقه اللي جاب لهم الخادمه، قالوا لي الله يرحم والديك سير لدارنا، سير عند امي وشوفها مالك ما تتجاوبش في التليفون، وشوف الخادمه ما تتجاوبش في التليفون. مشى تيدق ما جاب واحد، تيطل ما جاب واحد، هو عارف الدار اش فيها، طلع من فوق الحيط السور ودخل لداخل تيطلب واحد الشجم، تتبان ليه المراه مقتوله وسط السطوان. شافها خاف ومشى على الشرطه، وجاو الناس ديال الامن ودخلوا بمساعده ديال مصلحه الجريمه، وشافوا وتاكد لهم بان المراه مقتوله والدار مبعثره، اي ان القاتل عنده علاقه بالسرقه، لان شافوا الحوايج طايحين، ماريو طايحه من الحوايج، هذه طايحه من هنا، هذه طايحه من هنا، هذه طايحه من هنا، عرفوا بانها اللي دخل يقتل دخل يسرق. السيد قال لي بودي الطاح ما تعيش معاه الا واحد الخادمه هي اللي تعيش معاه. قالوا لي نمشيو نشوفوا الخادمه، ورينا دارهم فين كاينه. مشاو للدار ديال ديك الخادمه عند امها، قالت لهم راه جات هزت واحد الصاك ديالها وقالت لهم راني غادي نمشي للعريش، غنولي خدامه في العريش. اذا الجواب الاول ديال الام ديالها تيبين بانها عندها هي طرف في الجريمه هذه، تيبين بانها لا يستبعد انها هي القاتله، لان كيفاش تجي لدارهم تدخل تساكا تقول لهم شوفي انا غنولي خدام في العريش، خلي ولدي معاك صافي الله يهنيك وبقات زايده. هذيك المراه عندها واحد ولدها، وهذيك ولدها خدام في العريش، خبروه بالموت ديال مو، خبروه بان موت قتلات. هو كان كما تيقولوا كان هو اللي تيجي عندها، ماشي ديما هو تيجي عندها قليل، تيجي 2 مرات في العام 3 مرات في العام تيجي عندها، عنده ولاد وعنده مشاكل وعنده كذا، مو مره في المناسبات تيجي عندها. ولكن كانت المراه عندها تتقرب من بناتها اللي برا اكثر من ذاك ولدها، هما اللي تعرفوا عليها بزاف وما تيشوفوا متبين الاحوال ديالها كذا كذا. وهذا هو الحال ديال البنات سبحان الله العظيم ما تيطلقوش من الوالدين ديالهم، راكم تلاحظوها، ما تيطلقوش مواتهم، ما تيطلقوش باواتهم. الولاد شويه، الولاد خاص تعرفوهم شويه ما تعطوش اهميه، ما تعطوش لوالديهم ذاك الاعتبار اللي تيعطوه البنات. راك تلاحظوا هذا الشيء هذا. ساق الخبار جا تما، تاكد من طرف الشرطه وداك الشيء بان امه تقتلت. الشرطه قال لها ودي راه احنا مشكوك فيها الاولى هي الخدامه، والخدامه قالت بانها قالت لهم انا غنمشي نخدم في العريش وانت خدام في العريش، واش عمرك تلاقيتها في العريش او شفتها في العريش او كذا او كذا؟ قال لهم انا تعرفها مزيان ولكن عمري ما شفتها في العريش، وانا خدام في العريش ما خدامش هنايا. قالوا دابا عرفتي خصك تعاوننا في التحريات وتعطينا بعض المعلومات الى عندك وتتصل بخواتاتك. وكيفاش هاد السيده الا كانت هي اللي قاتله كيفاش يشوف شحال يعاش معها، فاذا واحد النهار تبغي تسرق، فاذا بان ربما سرقات باش تزيد المعلومات. قال لي ودي غادي نمشي للعريش، اولا نمشي للخدمه ديالي نتصل بالمسؤولين هناك اي المدير ديالي ونقول لي باش ناخذ واحد الوقت، سواء ناخذ واحد الكونجي في 15 يوم ولا 10 ايام، سواء ندير شهاده طبيه، المهم خصني نوقف على العمل ونجي نقابلكم نتوما باش تعرف شكون اللي قتل امي. قالوا لي واخا. في ذاك النهار اللي خرج من عند البوليس ومشى للعريش باش ياخذ رخصه باش ما يخدمش ويجي يقابل الشغاله ديال الجريمه ديال مو، هو غادي في الطريق تيشوف هذيك خيتي هذيك الخدامه غادا هازه صاكها بالعريش، غادا بصاكها. ربي سبحانه وتعالى شافها عرفها ولكن ما شافتوش. هنا سبقها ووقف بطوموبيلته وشنق عليها وسط الشارع، وهي اجدات عاود ما تقول لي شنو بغيتي عندي وانا ما بقيتش مع باك وانا كذا وانا صرت خاصك ما جاي نخدم هنا ودير شي حاجه، بقات تضرب فيه وهربات وتبعوها شي ناس شدوها تيقول لهم هذه راه قتلت امي، هذه راه قتلت امي في الشارع العام وشنق عليها. هنا كان التدخل ديال البوليس، داوها البوليس ودخلوها. قال لي ودي انا امي ها فين عايشه وهذه كانت خدامه عند امي، وامي راه طلقات مقتوله. يمكن لكم تتصلوا بالبوليس ديال المدينه اللي فيها امي راه مقتوله الان، راهم تيبحثوا، راه الباحث اكتشفوا الجثه، راه الان تيبحثوا، واللي مشكوك فيها القاتله اللي مشكوك فيها هي هذه اللي خدامه عند امي، هذه اللي قتلت امي، هذه اللي كذا، هذه اللي كذا. داوها البوليس ودخلوها الشرطه القضائيه، قلبوا لها الصاك ديالها تلقاو فيه 4 المليون 4 المليون ديال الخوفي. الولد
تيقول انا اخر ما سمعت من خواتاتي انهم غيشريو لامي ابارتمون وبانهم صيفطوا ليها هذا الاسبوع 30 مليون. انا عاود تاكدت مع خواتاتي قالوا ايه صيفطوا لي 30 مليون مع واحد السيد، امي اتصلت بها ولا استبعد هذه السيده عندها 30 مليون ديال امي، ولكن عندها غير 4 مليون. هي قالت لا، هاد 4 مليون ديالي انا كنت جا معاها وما بغيتش نبقى خدامه عندها وبغيت نمشي بحالاتي. بغيت نمشي بحالاتك بلا ما علمتيها، بغيت نمشي بحالاتك بلا ما علمت بناتها، بغيت نمشي بحالاتك بلا ما تحاسبتي معاها، وعندك 4 مليون انت مشكوك فيك. ردوها للمدينه اللي فيها السيده المراه، وباستعانه مع تشخيص قضائي اللي هي اليوم مصلحه الجريمه عرفوا او توصلوا باش يعرفوا بان هناك بصمات خلاتهم معنيه بالامر، وبان البصمات ديالها وهي اللي قتلت. في الاعترافات ديالها تتقول فعلا انا اللي قتلت، انا طلقت وبقيت بولدي. بعد الاخوان عندي واحد الحاجه نقول لكم، بعد الاخوان بعض المرات تنهضر وتنحضر راسي هكا وقالوا لي واش تكون تقرا شي حاجه او تكون تقرا الحلقه. لا لا لا، انا عمري ما تقرا شي حاجه نبين لكم بان هذا موجود مجرد واحد الشهاده حاطها هنايا، شهاده عطاوها لي شي اخوان تبرعوا عليا بها كهديه وتنحطها قدامي او تنحط قدام السماء. ولكن عادتي من تكون نهضر تندير هكا تنهضر، ربما الناس تيقولوا تنشوف شي حاجه، انا ما تنشوف شيء. تنقول الاخوان اللي كتبوا لي كومونتير تيقول لي واش تكون تقرا. لا، من عادتي تنحضر عينيا هكا تنزع، وهذا الشيء اللي تعرفوني عفوي. اعترفت السيده ولكن تقول ما ديتش 30 مليون، 30 مليون ما ديتهاش. تقول انا حياتي دوزتها هذا وطلقت وعندي ولدي وبغيت ندير مستقبلي وبغيت ندير هذا، وانا الشيطان غرني، غرني الشيطان وبقيت نقلب على الفلوس. ذاك النهار كانت خرجت هي تسخر، بقيت نقلب على الفلوس بغيت نلقاهم هزهم وزيد في حالتي حتى خرجت لي نص الدار ما عرفتش ملي خرجت لي بقيت تغوت الشفاره. المهم انا شديتها وخنقتها بداك هذا وبقيت تنضربها بواحد الفاز وخرقتها بالفولاره ديالها وتاكدت منها ماتت. وقلبت تاعي ما لقيتش، لقيت 4 مليون وهزيتها وزدت. انا درت خطه مخربقه، انا خرجت على راسي اعترفت. لكن البحث رغم تعميق البحث ورغم مشاو يقلبوا في الدار ديال اختها وفي الدار ديال امها وقلبوا ما لقاوش 30 مليون، ما لقاوش ديك 30 مليون. هنا مشاو عند النوطير تيقول ما جاتنيش 30 مليون. جاو بناتها من برا وبالمساعده ديال خوها وبقاو تيقلبوا في شي وثائق، ربما لقاو شي وثيقه تيقول فيها النوطير بانه تسلم 30 مليون. النوطير ما تسلمش 30 مليون. شافوا الكاميرا ديال النوطير قلبوا في ذاك الوقت، المراه ما جاتش عنده. السيده ما عندهاش 30 مليون، تقول انا ما عنديش 30 مليون. واش ديك 30 مليون شي مراه كانت ثقه في هذيك المراه وحطتها عندها، لان لقاو حتى شي ذهب ديال ديك المراه، شي ذهب كثير كان عندها مخليه منه غير شي حويجه ما هزاتوش، هذيك ما داتوش، ولكن الذهب اللي غليظ بحال نقولوا مضمه وكذا ما كايناش. هاد المراه هذه ربما كان عندها شي ثقه في شي مراه ولا في شي راجل وتتحط عنده ديك الامانه، كيما حطت عنده الدايب اللي ما تلقاش وما تلقاش عند ديك القاتله وما تلقاش 30 مليون ما تلقاش. شكون هذا اللي كانت حاطه عنده فلوس السيده؟ فين مشات 30 مليون؟ ما عطروش لبوش 30 مليون، ما اعترفتش السيده بان 30 مليون، ما تصابتش عندها الاثار ديال 30 مليون، عندها 4 المليون هي اللي عندها 4 المليون، وكان مجموعه فيهم فلوس ديال فئه ديال 200 درهم و100 درهم و20 درهم، ولا مجموعه واحد فلوس ديال المراه ديال ديك المراه. مي فلوس 30 مليون مجموعه كما صيفطوا لها بناتها كما تيقولوا هما وكذا ما عندهاش السيده. اذا لو استبعد ان كما قلنا شي مرة كانت تدخل عندها فلوس ومن سمعتها ما تسكتت، لان ربما الكرام ما تقولش لبناتها بنتي راه تنخاف وتنخبي. هنا بقات يشوفوا الابناك فين حاطه، لقاو حساب عندها حساب في لابونك ولكن ما دفعتش فيه ديك الفلوس. فين مشات ديك الفلوس؟ بقات في القضيه مبهمه ديال الفلوس ديال 30 مليون والسيده عطاوها 30 عام ديال الحبس. هذه حاله. الحاله الثانيه ديال واحد الخدامه خدام عند واحد الناس عاديه، تخدم عندهم عايشه معاهم تتناس معاهم. واحد الجار تعرفها وداك الشيء. هذاك الجار عنده واحد دايبي صاحبه، بعض المرات تيمشي يلعب معاه الضامه في سوق الذهب في القصري ديال الذهب، وداك السيد كان سواق حتى هو تيسوق الذهب وداك الشيء معروف عند دوك الدايبيه. وكان تيلاحظ بان هذيك الخدامه ديما تجي عند واحد الدايبي صاحبه، تجي تدخل عنده تمشي تجي تدخل عنده تمشي تجي تدخل.
واحد الناس سولو قال لي خيتي شنو واش تجي شري عندك الذهب؟ قال لي لا، تجيب لي ذهب مهرس، ماشي ذهب مهرس تقول لي هذه ما بغيتهاش شريها من عندي، تجيب شي طرف ديال السلسله، تجيب تقول بانه عندها شي خوها تيدير دوك الذهب مهرس للبيع، تضرب في الزنقه ذهب مهرس للبيع، تجيب لي شي خاتم معواش، تجيب لي شي حاجه بحال هكا، تنوزنها تنعطيها فلوسها. بعض المرات جابت لي شي ذهب شويه شي دباج وكذاك لان ما قبل خصك الرسو. المهم هاد السيده كانت تنتعامل معها، اي ان ذاك الذهبي كان تيخالف القانون، لان الذهبي ما يشريش ذهب الا ما كانش مولاه هو التوصيل ديالو وقد يطلب ليه حتى لاكارت ناسيونال ديالو. كاين بعد الذهبيه تجيب ليه مرا سلسله تقول لها راه ما تسوداش، تقول له اشتريها من عندي باش يذوبها ولا شي حاجه. هاد السيده كانت عندها الطريقه مطوره، تجيب ليه الذهب شويه مهرس منام، هذه مهرس، هذه معوجه، هذه ما خداماش، واخذها من عندي واشري من عندي، راه باقي عندي واحد الدبليج الا بغيتي تاخذه من عندي، راه باقي عندي واحد الخاتم الا بغيتي تاخذه من عندي. هذاك السيد مشى عند دوك الناس اللي خدام عندهم، قال لهم هذه السيده واش تتخلصوها عندها غير المداخل ديالكم ولا عندها شي مداخل اخرى؟ قالوا له علاش؟ قال له ودي راه مره تجيب ليه، تلقى عند واحد الدايبي صاحبي تجيب ليه مره خويتها مره سنسله مره كذا تبيعهم ليه، مره تجيب ليه كاع شي حاجه ولا غير سوديها ليا، مره كذا السيده مريضه بالذهب، يمكن داكشي تتصور من عندكم تشري ذهب. الناس تما تفاجئوا، راجعوا الذهب ديالهم، المراه رجعت الذهب ديالها لقات خاصها في شي حاجه، هذه استسلاء، هذه خاتم، كانت تصحاب تلفوا هادو زويقات، شافت الذهب ديال بناتها وبنتها كل وحده عندها ذهبها، الناس ميسورين تلقاو بان بناتهم تيسرقوا لهم الذهب، مسروق عليهم الذهب. وكانوا بعض المرات يديكلاراو للمهم تيقول لهم اموالا مشات لي خويتهم الصغير، اموالا مشات لي سنسله كذا كذا، هذيك الحلقه مشات لي وحده، راه كتقول لهم وانتم ديما تالفين وهذا كذا، شنو نسميوها في السيده هي معكم، عمرها دات شي حاجه واللي غيدي كل شيء وكذا وكذا وكذا. هذوك الناس داروا اللي خصو يدار، مشاو خبروا الشرطه، داروا شكايه وقالوا ودي هاش كاين راه تيمشينا شويه ديال الذهب ولكن ما تيمشيش بواحد الكميه، تيمشي مره سلسله مره خويتم مره كذا مره زويكات، داكشي غير من تحت تيمشي لينا. وعندنا واحد جارنا جابنا واحد الخبر بان واحد الخدامه ديالنا اللي عندنا في الدار ديما عندها هيبيه، ديما تبيع هذه مارسه هذه كذا هذه كذا، وهذاك الشيء تبين لنا حنا بان حنا تنتعرضوا للسرقه من طرفها. البوليس جابوا داك السيد، شد هاد الشهاده، جابوا السيده وداوها، قالوا لي انت تمشي عند واحد الذهبي مره بعتي لي سنسلات، بعتي لي خويتمات، بعتي لي كذا ومع السلطه القضائيه قالت لهم وانا تنبيع ليه، مره ندير لي زواقه مره ندير ليه كذا مره. منين تجيب هذا الشيء هذا؟ وقال لي تناخذوا لهم من الدار تنسرقوا لهم. وعلاش تسرقي لهم؟ انا مكرسين عليا ما تيتهلاوش فيا، ديرني بحال الكلبه، نعس بوحدي، ناكل بوحدي، يعطوني شي الثوم، ينوضوني من الصباح حتى العشيه، وفي السيمانه حاسبين لي كانوا حاسبين لي 4000 ريال في السيمانه، ردوها 3000 ريال ونصب لهم كاملين وقابلهم كاملين. ايوا تتحاج بعض المرات وما تلقاش انا باش نقضي غراضي، تتبان لي شي حاجه تنزل تنديها. هذوك الناس تبين لهم في الدار بان ماشي غير الذهب اللي كانت تتسرق، لقاو بزاف حوايج تسرقوا، لباس، اواني تسرقوا، لان الناس عندهم دار كبيره وفيلا كبيره ما كانش يردوا البال، بزاف الحويجات اللي لاحظوهم مشاو لما اكتشفوا بان السيده مره تدي لهم شي دهيب الا بان لها، لقاو حوايج اخرين تيديهم. ولكن السيده اش قالت فعلا تنسرق، اعترفت كل شيء، وديت هذه وديت واحد السينيه كانت لي، وديت واحد هذا، وديت واحد الزارات كانوا باقي جداد ما داوش فيهم، وديت تيدو من الدار. ولكن المراه موظفه بناتها وحده موظفه وحده تتقرا ما مرنش الدار، خلينا هي مولات الدار وكانت تدير اللي بغات. ولكن قالت واحد الكلمه ما تيتهلاوش فيها وما تديوهاش فيا وما كذا وما كذا وما كذا. هنا هذا هو الموضوع اللي بغيت ندخل ليه، هذا هو الموضوع. اللي بغى يدير خدامه في دارو خصو يقد بها من الناحيه الماديه والمعنويه. غديري خدامه واعتبريها بحال بناتك، ما ديري خدامه واعتبريها بحال امك ولا بحال صاحبتك، اعطيها حقوقها كامله. بعض الناس تيجيبوا خدامات قاصرات، بنات صغار تيجيبوهم وتكبروا عندهم في الديور، او تيجيبوا عازبات وتيبقاو عندهم في الديور، ولكن همهم هو ديك السيده تخدمهم، تنوض مع الصباح بكري وتنعس هي الاخرى وتخدم وتجيب، ما تردوش بالهم متى توصل ديك البنت المراهقه، تتولي تخمم متى تكون مراهقه وتتوصل المراهقه، وتتولي تخمم في الزواج وفي الصاحب وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي اللبس وفي كذا وفي كذا. ما تيخموش
باش يقول واحد النهار حتى هي ناويه تتزوج يكون عندها عائله ويكون عندها اولاد، ما تيخموش في هذا الشيء هذا. بالنسبه لهم الخدامه نخدم وتسالم، تخدم جابوها بنت 9 سنين وصلت 24 عام، ما يمكن عليها عمره ما سولها واش غتزوجي واش غديري واش غديري. تيجيبوها صغيره قاصره عمرهم ما فكروا فيها فاش يقريوها، واخا غير في الدار رجعوا معايا علموها شي حاجه. خدامه سي خدامه. هنا واحد النهار الخدامه تنفجر كيما هاد الاخرى انفجرت، قالت ما غاديش فيا وما نديرش فيا فعليا تنسرق وتنهز باش نقضي غراضي وندير. وشحال من خدامه انتقمت من ديك العائله اللي خدامه فيها حيت زعما ما عطيناش اهميه، غير خدامه. وشحال من بنت وصلت للمراهقه دارت مصيبه. ونقول لكم انا واحده قصه ثالثه على وحده لما وصلت للمراهقه دارت مصيبه عند واحد العائله ميسوره، والمراه ولات الدار عندها راجلها، وراجلها تاجر كبير، وكانت عندها واحد خدامه كبرت عندهم في الدار، مراه كبيره، وزادوا واحد الخدامه بنت صغيره. وهذيك البنت الصغيره كيفاش تلاقات مع المراه، كانت مشات للبلاد ديالهم في الجبل، الاصل ديالها منين هي، وشافت واحد بنت تما في العرس، ذاك العرس بنت زوينه وكذا وصغيره، وسولتها وعيطت لها قالت لها واش تقرا؟ قالت لها لا ما تنقراش. واش تدير؟ غا جالسه مع دارنا. قالت لها تمشي تخدمي عندي؟ قالت لها قولها لبا. ثم تلاقات المراه مع ديك با وما، قالت لهم هاد بنتكم زوينه وظريفه وخصها تقرا وخصها تتعلم وخصها كذا وغتضيعوها وكذا. قال لها با انت راه عندي انايا هذه هي الخامسه وعندي 2 دراري وانا فقير ما عنديش. قالت لي تمشي تخدم عندي؟ تمشي تخدم عندي في المدينه وتجي انت دير فلوسها ونقريها وناخذ بيديها. قال لها واخا. اتفقوا، هزت ديك البنت وجابتها. لما جابتها فرحانه بها. قال ديك السيده اللي خدامه عندها قالت لها هاد بنيه اش كاين ديك المراه هي رحبت بها، وبقات البنت عايشه عندها. وانا ما بغيتش نطول، بغيت نقول لكم باختصار. هذيك السيده بدات تقري ديك البنت، خدامه عندها وتتقريها. البنت تمشي لواحد المدرسه حره تتقرا وتجي باش ما تضيعهاش. ولات تتلبسها مزيان تتكسيها مزيان تقول لبعض الناس اللي ما تعرفوهاش بانها بنتي، وبعض الناس يقول هذه بنت ولدي بنتي. وكانت تقول لها توصيها نقول لهم بنتي ولا ماما، ومن نقول لهم هذه راه بنت ولدي ولا بنت بنتي عيط لي حبيبتي. ديما هضري معايا هكا عندك اش تقول شي انا خدامه عندهم وكذا. هذيك البنت بقات عندهم واحد المده، تبدلت في حياتها ماديا ومعنويا، ولات بنت اخرى، ولات شابه، وصلت المراهقه، ولات تسمح لها هي ديك المراه باش تمشي عند دارهم مره تمشي، ولكن تقول لها عندك 3 ايام في الشهر تمشي لداركم 3 ايام في الشهر. دوزي 3 ايام. ديك المراه كانت مسكينه واعيه وفايقه وعارفه كل شيء، وتقول سيري 3 ايام لداركم، 3 ايام جلسي معاهم باشي معاهم شوفي صحاباتك هضري مع جيرانكم، و3 ايام ورجعي. كاين الشيفور تيديها وتمشي يجيبها من بعد. واحد الوقت هذيك المراه مولات الدار عندها امها مراه كبيره مرضات، واضطروا باش ديك المراه تمشي تداوى في فرنسا. هنا ديك السيده عندها خوتها في فرنسا، ديك المراه عندها خواتاتها في فرنسا، ودات امها لفرنسا اي فين كاين ساكنين خواتاتها 2. وفكروا قالوا هذوك خواتاتها هما تيخدموا عندهم شغالاتهم، قالوا غيديو هذيك البنت الصغيره غتصاوب لها باسبور وغديها معاها تما، لان كان الوقت كانوا عطله وكان الصيف. منها غدا ما تتقراش، منها غدا تمشي لتما وغدا تجلس مع خواتاتها، وغدا تقابل ديك المراه اللي كبيره اللي هي امها، غدا تقابلها حتى هي وتساعدها فيهم. مشات ديك المراه صوبت السيده الباسبور ديالها، صوبت ورقتها لان المراه كان عندها واحد حق باش تصوب البنت الورقات ديالها، صوبت ورقتها وداتها لبرا ودوزو تما تقريبا واحد الشهر و20 يوم. شكون اللي خلاو في الدار؟ ما خلاو في الدار حتى شي حد، لان كما قلنا كان الوقت عطله، البنات في عطله مسافرين لبرا، المراه دات امها لفرنسا ودات معها البنت، وبقات الخدامه بوحدها في الدار، ديك المراه الكبيره بقات بوحدها في الدار. كاين واحد العساس راجل ولكن ما تيعش شغال هذيك الفيلا، عنده واحد الكاريطه واحد البراكه ولكن تيعش الحومه كامله، راجل كبير ما تيجيش في النهار وفي الليل تيجي، عنده واحد 2 كلاب يخرج يمشي ويجي، تعرفوا الناس ديال الحومه. هذيك المراه اللي مشات لفرنسا تتصل بالخدامه يوميا. واحد النهار عيطت لها ما تتجاوب شيء، عيطت لها الو ما تتجاوبش. انا اتصل بالاقارب ديال شي ناس من العائله كانوا نشوفوا الخدامه ما تتجاوبنيش شنو عندها. مشاو للدار تما كيدقوا السيده ما فتحات شيء، اضطروا باش يخبروها قال لها السيده ما تتجاوب شيء، حنا غنعلموا البوليس كل شي حاجه لان ما تتجاوب شيء وما تيجاوبوش الاهل ديالها ولا هذا. جاو البوليس حلوا الباب
ودخلوا تلقاو السيده مقتوله ومضروبه شي اداه حاده، شي شاقور، شي حاجه مضروبه في راسها، شي 3 ضربات ومقتوله. والدار تعرضت للسرقه. شكون اللي قتل ديك المراه خدامه اللي بقات؟ العلم بالله. المراه جات من فرنسا، لما سمعت خدامه تقتلات، جات مع هذيك البنت، جاو معها بناتها، البوليس تعرفوا ديك الاجراءات، طلع هبط في مشكيتو داو العساس ما شاف مرة، العساس ما شاف حتى شي حاجه. هاد السيد تبين بانه كاين اثار بانه نقص من الحيط من اللور ديال الفيلا، واش في النهار واش في الليل الله اعلم. تبين بانه شخص واحد. شكون هو هذا الشخص الله اعلم. هنا دخلت الشرطه ودخلت مصلحه الجريمه، بقاو تيقلبوا هما يعثروا على شي بصمات. هذوك البصمات قلبوهم تيلقاو واحد مول الحانوت في البلاد، كاين في البلاد ديال ديك البنت ديك الخدامه اللي جابوا الثانيه، في بلادها، في بلاد ديك البنت الصغيره من جيرانهم، في البيت في العروبيه ديالهم ساكن. وصلوا ليه البوليس ومشاو جابوه. لما اولا قبل ما يجيبوه جابوه تصوروا وعرضوهم على مولات الدار، قالت لهم انا ما تنعرفوش. عرضوهم على ديك البنت، قال لها شكون هذا؟ قالت لهم ما تنعرفوش. قال لها بون هذا راه حسب البحث اللي بحثنا مع المراه ومعاك ومع كذا، هذا ساكن في العنوان ديالك، في العنوان ديال داركم، في دواركم ساكنت هي. قالت لهم انا ما عرفتوش. مشاو لذاك الدوار، ومساعدة الدرك الملكي لقاو القبض على داك خاين جابوه عرضوا على ديك البنت، قال لها تنعرفها. قالوا حنا لقينا البصمات ديالك، اش جابك انت من داك الدوار تجي وتدخل لهاد المراه وقلت لها كيفاش درتي؟ اعترف لينا كيفاش درتي. قال لي ودينا هاد البنت، المهم تنبغيها وتنبغيني، وانا ما بغيتش نبقى خدامه في الديور، وانا عندي واحد الحال ديال طبقات، داكشي قرب تقيس، وقلت زعما ندير شويه لاباس ونتزوج بها، وكنت على اتصال بها قبل ما تخدم عند هاد الناس. ولما تجي للدوار ديك 3 ايام، المهم تنقول اختي سرعيت لا تجي عندنا، لان انا هضرت مع باك اللي غنتزوج بها، وهضرت مع عيتك اللي غنتزوج بها، وبقات تجي عندي وبقات تتعاود لهذوك الناس تقول لي راه لاباس عليهم، راه عندهم. وقلت لها شوفي انا راه شوفي تما ندبروا لك كاين شي فلوس من عندهم ولا شي حاجه، دبري كاين شي فلوس ولا هزي لهم شي داب ولا شي حاجه ولا كذا، عارفه انت الداب، عارفه كلشي فين محطوط. انا قلت لها ندبري هزي شي فلوس، قول لهم ما هزيتهاش اريها ليا، ومن بعد غتخرجي من عندهم ونخطبك ونتزوجوا انا وياك وعيشي معايا وكذا وكذا وكذا، انا نزيد نكبر الحانوت وندير ونفعل ونترك. هذيك البنت كانت تبغيه، ولكن تاع مسخ الاخبار، وكانت تطلع على دوك الناس هذيك 3 ايام ديالها باش تمشي للبلاد، كانت ديما تطلبهم، ولكن ما كانش غرضها في والديها، كانت غرضها تمشي عند والديها، ولكن تجي عندها خدت ذاك خينا، تجي عندها وتمشي باش تلاقى مع ذاك الحبيب ديالها، وكنت تتعاود ليه، ودخل معها في هذه القضيه، هو طيح عليها فكره ديال واش عندهم شي فلوس منين ندبروا كذا وكذا، وقالت لي ايه عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا. والوقت اللي كانت غيمشيو للخارج ديال ديك المراه قالتها ليه، قالت لها غنمشيو، قالت لها وشكون اللي غيبقى في الدار؟ قالت لها غتبقى غير المراه بوحدها. قال لها غادي ندخل عليها، هذا هو الشيء كيفاش ندخل عليها ونغطي وجهي ونكتفها ونجمع داك الشيء اللي قلتي، نقلب شي فلوس وداب وداك الشيء كيما هادي وهادي، ونهزهم ونزيد مع الطريق، وبهذاك الشيء باش غنديرو مستقبلنا. قالت لي واخا عاوناتو في الخطه. قالت لي هاد الدار والله تخدموا هذه وقت، هما تيخدموا واحد الوقت، هما تيخدموا ان جا وصل عليها، وجا واحد الوقت من البلاد وراتو الدار ونعتات هذه، ولاو تيخدموا على هذه الخطه ديال بان واحد النهار غيدخل يسرق. تجات المناسبه ديال المراه تمشي لفرنسا، لان المراه كانت تغيبيه وبناتها تيسافروا وتيجيو تيديوها، بعد ما تيديوهاش، بعد ما تيديوهاش، ولكن جات ديك المناسبه ديال غتمشي لفرنسا، عاود اكد معها الهضره مزيان بانه غيمشي وغتبقى المراه، وهنا فكر باش يمشي حسب الاعتراف ديالو. تيقول جا لديك الدار وجا واحد النهار في الليل ودخل نقز من الحيط وما شافو شي، العساس تيمشي ويجي في الزنقه، ودخل في الليل ودخل مع شقور ولقى ديك المراه ناعسه. فاقت به، هو فاقت وقصدها هو يطلق لها، وفعلا كان مغطي وجهه، غطى وجهه باش ما تقولش واحد الطويق ساعه، غطى وجهه وضرب المراه، وبقى تيقلب في الدار، وبقى تيقلب كاع داكشي اللي شافو عنده ثمن وخفيف باش هزو لا فلوس لا شي داي بنان اي حاجه، عمر واحد الصك وخرج بحالاتو، مشى ودا داكشي
على امل انه غيدي شي ثروه غيديها من داكشي، على امل ان داكشي باش يتزوج ويكبر حانوت يولي في العربيه يولي عنده حانوت كبير وغيتزوج بها وغيجيبها وكذا وكذا. خطه دار هو ديك البنت. ديك البنت تبعته عن حب، ولكن هو واش كان تبع عن حب او انه كان تيقلب على الفلوس، او بصح هو كان بغى يسرقو باش يتزوج بها، سرق باش يتزوج بها باش يكبر حانوتو. هادشي ما دخلوش فيه البوليس بحثوا فيه، لانه كاع اش اللي كان تبغيني خدام عندك الناس تلا وريني كيفاش ندخل كيفاش ندير واش عندهم، لان هي كانت تتعاود ليه عندهم عندنا وطلعوا فيا ودير لي وتعطيهم فلوس كذا كذا، فيما تجي تتعاود ليه. البنت تقول ايه انا تنبغي يكون غيتزوج بيا وانا راني ماشي بكر، انا راه مراه، ولكن هو سبابي في الدار ديال اختو فين كنا نتلاقاو تماها شقع لان البنت صافي ولات ديالو ولات مراتو، ولا تجي ديك 3 ايام باش تشوفو باش تجلس معاه باش تعاود ليه، 3 ايام تشوف دارهم وتجي عند اختها لك تجلس معاه باش تعاود ليه وتحكي ليه وتتصل معاه وتهضر معاه كل شيء. كثرت لي تتعاود ليه، عرف ديك الدار تا ولا عارفها غير في الخيال ديالو، عندهم. هنا قال خاصني ندخل وخصني نطرق، وعاونته قالت لي امين دوت دخلتيها كذا كذا، وقالت لي حتى الاسبوع اللي غادي نمشيو فيه، قالت لي غنمشيو نهار فلاني راه حنا غنمشيو وغنبقاو تما واحد المده غتمر بوحدها، هي اللي عطاتو الطريق كيفاش يدخل للدار، هو عطى الخطه كيفاش غيقوم بالعمليه. بجوجهم مشاو في الحبس، بجوجهم تحكموا بحكم واحد وهو 30 عام، هي وياه. المشاركه القتل والمشاركه والقتل ورحموه ب 30 عام، لان القتل من اجل السرقه تمشي للمؤبد وتمشي حتى الاعدام اذا كان القتل مقرون بالسرقه، ولكن ما نقدروش نطعنوا في حكم ديال واحد القاضي اللي عطى 30 عام من حقه، هو اللي تعرف علاش كيفاش عطى 30 عام من حقه. ما ندخلش في هذا الشيء، انا غير قلت بان القتل بعد السرقات تيكون حبس عالي بزاف. اذا هي برا فرنسا هو تيقوم بالعمليه داخل. نسات هي ذاك الخير ديالها في هذيك المراه، نسات كيفاش ردوها وصوبوا لها باسبور وداوها معاهم كيفاش كانت تعيش ودخلوا للقرايه، وكانت غتصالح ديك المراه تقول لها اختي واحد انا تنحب واحد السيد عندنا في البلاد عنده حانوت تنحبو بشحال هادي وتيبغيني وتنبغيه ورد لي ودار لي، كانت بغات تلقى لها حل احسن ما قتلوا ديك الخدامه اللي مسكينه خدامه هذيك والو خدامه بنت باب الله خدامه تما وهذا الشيء وهذا. انا ما بغيتش اليوم نكرهكم في العاملات والخادمات دبويوس، ما بغيتش نكرهكم فيهم، ولكن ردوا بالكم تكون البنت قاصره خدامه عندكم، والقانون راه ماشي قانونيا في القانون وفي الشرع وفي كل شيء راه مخصوص هذه خدمه القاصره في الدار. خادمه قاصره راه نقدر نقول حرام، خادمه قاصره تشد بنت قاصره صغيره مسكينه وتخدمها في الدار، تخدمها وانت تقري ولادك وتتكبرهم مزيان وانت مخلي هذيك مسكينه لا هذيك. وردوا بالكم من ديك القصيره ما تولي عازبه، او ردوا بالكم تولي تدخلوا بنت عازبه تولي تخدم في الدار. تفكر في الزواج وفي الحب وفي كذا وفي اللبس وفي كذا، تفكر في هذا الشيء هذا، ماشي نخليو حنايا غازي تما ومخلينا راه حنا تتفاجر اما عليك اما على الغير، اما دير شي مصيبه في هذه المصائب. السلام عليكم إخواني الكرام، غادي تشاهدوا معايا في هذه الحلقة قصة واقعية صراحة، قصة اللي عندها عبرة، اللي كتبقى صراحة مرسخة في الدماغ د الإنسان. المهم كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، فرقع لي ديك اللايك ونكملوا حلقة اليوم. ولكن كاين بنات ناس اللي خادمات صابرين ما بتريوسهم وجالسين 10 سنين 12 عام 13 عام 14 عام، ولكن حقوق الخادمة عندنا في المغرب، حقوق الخادمة اليوم الناس اللي تيدوزو تيقلبوا على الخادمات في لانابيك. لانابيك هذه المؤسسه هذه رحمه لله تيمشيو الناس يجيو للخادمات. لانابيك تضمن الخادمه، تضمن لك بانها كونفيونس، ولكن تضمن للخادمه فلوسها بانها شحال تعطيها شحال تعطيها، وتضمن لها شنو غدير عندك، واش غتجيبيها غير التصبيط، واش غتجيبيها غير الطياب، واش غتجيبيها غير جميع الدار، او تقابلك ولدك. لان بعض الناس تيجيبوا الخادمه تيديروا فيها كلشي، طيب وتقابل الدري وتقول الصباح ودير هذه ودير هذه ودير هذه ودير هذه، وهذا الشيء غادي تحيد بحال برا ما غيبقاش هذا الشيء هذا، ما يبقاش هاد الخادمه. انا شفت دابا خادمات افريقيات تيجيو من افريقيا مخدمينهم، ولكن مطورات الافريقيات تجي تخدم تقول شنو غندير، غنجي عندك الدار شنو غدير، شنو هي المهمه ديالي، واش غنطيب، واش غنقابل الدري، واش هذا واش هذا. اما الناس كاين شي ناس تيجيبوا الخادمه فيها كلشي ب 4 ريال، وهذا الشيء ما خصوش يبقى وما خصوش يكون. السلام عليكم إخواني الكرام، ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم. كيف شاهدتوا معايا الرواية ولا القصة اللي كيعاودها بقدر الخراز، قصة اللي واقعية اللي بقات مرسخالو في الدماغ ديالو طيلة المسيرة ديال العمل ديالو.
المهم هاد القصص اللي كيكون عندهم واحد العبرة، راكم عارفين القصص اللي كيكونوا مؤثرة صراحة، واللي كتكون عشتيها في واحد البيريود اللي في واحد المدة كتعيشها نتايا، كتكون واحد القصة اللي صراحة كتبقى مغروسة في دماغ الإنسان. والقصص دا بقدر الخراج راه كاينين المحبين ديالهم بزاف كيف كتعرفوا، وعنده طريقة السرد ديالو اللي رائعة صراحة. المهم كنتمنى يكون عجبكم مقطع الفيديو ديال اليوم، وكيعجبوكم مقاطع الفيديو اللي كنشروها في القناة، اولا القصص الواقعية بالدارجة المغربية اللي كيتعاودوا عندنا هنا في القناة. وكنتمنى الا كنتي اول مرة كتشاهدنا خلي واحد السبسكرايب، اشتراك في القناة، وفعل زر الجرس باش توصل ديما بالجديد ديالنا، ودعمنا بواحد اللايك، وخلي لي التعليق ديالك اسفل الفيديو والرأي ديالك على القصة الحقيقية ديال اليوم. نتشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد، في حلقة مقبلة، وفي قصة واقعية مقبلة. خوتي تهلاو.